تعرف إن قبل آلاف السنين الفراعنة عرفوا سر الصحة اللي إحنا لسه بنكتشفه دلوقتي؟ في مصر القديمة كان عند الشعب مفهوم عميق للصحة والتوازن اسمه ماعت. ده ما كانش مجرد نظام غذائي أو طبي، ده كان مبدأ كوني يشمل فيه الحق والعدل والنظام والتوازن بين الجسد والروح. كان عندهم الأكل مش بس تغذية، لا ده منظومة حياتية وروحية. مثلا في دراسات حديثة عن المومياوات بتبين بعض المومياوات من الفراعنة والنخبة ظهرت عندهم مشاكل في القلب مبكرة، لكن مش كل الأغنياء كانوا بنفس الحالة، كانوا بياكلوا نسبة عالية من الدهون الحيوانية، وده خلاهم يكتشفوا حالات من التصلب الشرايين المبكرة، وده بين إن الغنى الغذائي عندهم ارتبط بالمخاطر الصحية. الأكل كمان كان بيتقدم بطقوس سر معينة زي القربان والاحتفالات، ومقابر الفراعنة كان في أكل مكرس للأسرة، وما كانوش بيشوفوا الصحة في الأكل بس كان في التوازن بين الجسد والروح، وده اللي وصلنا له دلوقتي متأخر شوية في التغذية الحديثة. مش مهم الأكل بس، المهم نمط الحياة، النوم والمشاعر والسلام الداخلي. في زمانهم الميزان كان بيقيس القلب، وإحنا النهاردة بنقيس بيه السعرات. مش دايماً اللي محتاجه وجبة، أوقات اللي ناقصك هو اتزان. يمكن الأكل مش هو الحل المرة دي.